أو النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه يتعامل وسلم. مع الصلاة تعامل مخصوص، تعامل مميز. شفت أنا كنت زي ما كنت بقول لك من شوية، كان إذا حزبه أمر أو حزنه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. كان يكون في خدمة أهله، فإذا أذن للصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الصلاة لم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أعظم من كثرة ذكره للصلاة وتعظيمه للصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته عاملة إزاي؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ده تعلق قلبه بالصلاة. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مرة ب5 أجزاء، ب5 أجزاء النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي من البقرة، فتح البقرة. فقال في بعض الروايات حذيفة اللي كان بيصلي معاه وابن مسعود اللي كان بيصلي معاه في بعض الروايات، قال فقلت أركع عند 100. يعني عند 100 صلاة طويلة. يعني لو حد قرأ سورة البقرة افتتحها وركع عند 100 دي صلاة طويلة، لكن لا، النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز 100. وابن مسعود واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام فختم البقرة ثم افتتح النساء، فقلت يركع عند 100، فلم يركع النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوز 100 واختتم سورة النساء ثم افتتح آل عمران. ده مش العجيب. العجيب إن ابن مسعود بيصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمد الآيات مدا ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل. إيه ده؟ تفاعل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد قراءة، عايش شفت بقى، شفت تحسين الصلاة، يعني شفت طعم الصلاة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال أرحنا بها بلال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يعني راحة نفسي وهدوء قلبي وسكينتي وانشراح صدري. هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إن الصحابة بكرة عندنا حرب وغزوة والدنيا صعبة، والصحابة بقى قاعدين يعدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام مشتمل بردة يرفع يديه يدعو الله عز وجل كما في ليلة الأحزاب، والأعظم منها كما في ليلة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام واقف يدعو الله عز وجل في الصلاة ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة ولا تعبد في الأرض. الصحابي قال جئته ليلة الأحزاب فرأيته يصلي وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.